السلام عليكم. وصفة النهاردة اقتصادية جدا جدا. عملنا كفتة الرز من غير لحمة، هنعملها في البيت بكل سهولة، وعايزة اقولك النتيجة رهيبة. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملنا الكفتة الحلوة دي ازاي. بصي يا ستي، مقاديرنا هتكون كالاتي. في الكبة هتحطي كوباية من الرز المطحون، وهتحطي عليها ربع كيلو بانيه او ربع كيلو من صدور الفراخ، وبعد كده هتنزلي ببصلايه مبشوره، وبعد كده هنحط معلقه من الثوم المهروس، معلقه من الجنزبيل، معلقه من البابريكا، رشه قرفه، ومعلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره من الملح. لو البهارات دي مش متوفره عندك ما تصعبهاش على نفسك، حطي اي بهارات عندك يعني موجوده عندك. وبعد كده هنحط ربطه من الخضار المشكل، شبت وبقدونس وكزبره، وهنروح بقى نضربهم في الكبه لحد ما تنعم معانا. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وبعد ما نضربها لو حسيتي انها طريه كده حطيها في الفريزر نص ساعه. نروح بقى نحضر الصلصه بتاعتنا في حله على النار، هتحطي فيها اي ماده دهنيه، وهننزل ببصلايه متوسطه لحد ما تصفر. هنحط رشه سكر، وبعد كده هنحط الصلصه بتاعتنا ونسيبها لحد ما تتسبك. هنسيبها بقى على النار كده لحد ما تتسبك معانا. شوفوا بقى بعد نص ساعه طلعتها من الفريزر بتتصبع معايا بكل سهوله. وبعد كده بقى في الزيت، زيت سخن، وانزلي بقى بالكفته لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنا بقى عايزه اقول لك حاجه، شوفوا انا حاطه الكفته كانت صغيره ازاي، انا مصبعها صغيره. دي بتختلف عن كفته اللحمه، لقيتها نفشت. انا هنا عايزه اوريكم واحده ان هي نفشت في الزيت، بتنفش. فانت حاولي ان انت وانت بتصبعيها صغريها على قد ما تقدري. عايزه اوريها لكم انها نفشت، كبرت كده في الزيت. فحاولي ان انت تصغريها شويه لانها كده كده بتنفش. شايفين بقى قلبها؟ عايزه اقول لكم اقسم بالله اطعم بكتير من كفته اللحمه. هنا الصلصه كانت اتسبكت، حطيت عليها فلفل اسمر وملح، وبعد كده هننزل بقى بالكفته بتاعتنا 10 دقايق بالظبط على النار. يعني سبت الكفته كده تاخد وتدي مع الصلصه 10 دقايق. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. عملناها في البيت، لا احتجتي بقى تروحي لعند الجزار، عملناها في البيت بكل سهوله. سبتها بقى 10 دقايق، وبعد كده غرفتها. تعمليها بقى مع رز ابيض، يا سلام عليها. والله والله احلى من الكفته اللي احنا بنعملها باللحمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وشاركوه مع اصحابكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه